في خطوة تاريخية تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، يأتي افتتاح بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا والسنغال كأول فرع دولي للبنوك الجزائرية برأس مال 50 مليون دولار، يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتكثيف حضور المؤسسات المالية في الخارج وخاصة في إفريقيا، ما سيعزز الانفتاح على القارة ويدفع بالمشاركة في تنميتها وبعثها وفتح معارض مستدامة تروج لخدمات البلاد. إذن هدف البنك أساسا هو مواكبة المستثمرين الجزائريين والتصدير الخارجي للجزائر لموريتانيا وشبه المنطقة، وخلق شراكة اقتصادية حقيقية مبنية على أساس تنمية والتنويع في إطار التصدير الخارجي للمنتجات الجزائرية بصفة عامة، والموريتانيا أيضا خلق شراكة قوية واستراتيجية بين البلدين. يرى خبراء أن فتح بنوك جزائرية في الخارج يأتي ضمن إجراءات تسهيل التصدير على المتعاملين والمستثمرين الجزائريين نحو موريتانيا والسنغال ودول غرب إفريقيا في إطار المنطقة الإفريقية الحرة، خصوصا في قطاع المناجم والطاقة والمحروقات وقطاع الثروات الحيوانية والسمكية والبنى التحتية. خطوة إيجابية، لبنة جديدة من لبنات ولوج يعني الاقتصاد الجزائري أو اللوبي الجزائري المتمثل في البنوك، في رجال الأعمال، في المنتجات والسلع، وبالتالي سنضمن صادرات إلى موريتانيا، صادرات سوف تتضاعف واستثمارات جزائرية سوف تكون في موريتانيا، وتكريس مبدأ الفائدة والنجاح المتبادل، كما يعكس التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.